اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وحشتوني كتير كتير جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة إن شاء الله هنخلل اللفت مع بعض. طبعا في الشتاء اللفت موجود كتير جدا في السوق، وعمره قصير ما بيقعدش كتير حتى في التخليل بتاعه. يعني يومين تلاتة وتاكلي منه، ما بيقعدش كتير كمان في التخليل. هتجيبي بقى الكمية اللي انت حابة تجيبيها وهنغسله كويس جدا، وهنشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس لو اول مرة بتشوفي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس، وكمان تدوسي على كلمة الكل عشان لما انزل فيديو جديد يوصلك الاشعار وتيجي تنوريني في قناتي. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معانا هنا حبايبي اللفت. انا كنت جايبه حوالي 2 كيلو. هو الفيديو ده عندي من فترة بس مش فاكرة انا كنت جايبه دي، بس دول باين شكلهم كده حوالي 2 كيلو. غسلتهم كويس جدا من الطينة بقى بتاع الارض والرملة والتراب، ونقعتهم شوية كده حلوين في المية عشان تنزل اي رواسب موجودة فيه. تمام. بعد يا حبايبي ما ننقعه شوية حلوين، نغسله مرة واتنين وتلاتة وعشرة لغاية ما نحس ان المية موجودة معايا بيضة وزي القشطة. هنجيبه ونقطعه بالشكل ده، اي مكعبات انت حباه هنقطعه بالشكل ده يا حبايبي. مش هيفرق في طريقة التقطيع او الشكل اللي انت بتقطعيه بيه، مش هتفرق، هو كله هيتخلل وهيبقى زي العسل. وهنعمله بطريقة حلوة جدا، مش هيطرى معاكي. هيقعد فترة اطول. يعني احنا عارفين اللفت بيتخلل بسرعة، وكمان بيتاكل كده والموسم بتاعه بيخلص بسرعة. احنا هنخلله مع بعض يقعد فترة اطول عندك في البيت من غير ما يطرى ولا يجرى اي حاجة. في ناس كتير بتيجي تخلي اللفت بيشوفوا اللي اللفت معاهم بيتهري كده وما بيقعدش معاهم في التخليل فترة طويلة. شايفين انا قطعته يا حبايبي؟ اوريكم العروق. انا قطعت العروق، بحب العروق ديت في التخليل بتبقى حلوة جدا. بس اهم حاجة في اللفت الطريقة بتاعت الغسيل، تغسليه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي رواسب، عشان تاكليه كده وانت مطمنه. هنجيب بقى يا حبايبي برطمان اللي احنا بنخلل فيه. اي برطمان موجود عندك، دي البرطمانات اللي انا بخلل فيها. طبعا البرطمانات كبيرة مش مشكلة. هنبدأ بقى نحط اللفت في البرطمان بعد ما قطعته يا حبايبي بالشكل ده. اي طريقة تقطيع انت حباه، كله هيتخلل مع بعض. لو انت موجودة معايا لغاية دلوقتي في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي وتذكر الله، لا اله الا الله عليه افضل الصلاة والسلام. واللايكات الحلوة الجميلة بتاعتك، شجعيني باللايك الحلو. وكمان مستنية الكومنتات الحلوة بتاعتكم اللي كمان بتفرحني وبتشجعني اكتر يا حبايبي اللي انا انزل لكم وصفات. هنا يا حبايبي عبيه بالشكل ده. وبعد ما عبيناه معايا البنجر. بجيب مثلا واحدتين بنجر كده بقشرهم وبغسلهم كويس جدا وبقطعهم مكعبات بالشكل ده. ده اللي هيدي اللون معايا. طبعا البنجر انتوا عارفين اللي هو لونه يعني في ثانية تلاقي لونه كده طبع على ايدك او على اي حاجة بتحطيها من المخللات. هنقطع كده البنجراية حوالي 4 قطع بالشكل ده. انا كنت حطيت حوالي 3 بنجراية بالشكل ده يا حبايبي، عشان البنجر اللي موجود عندي اللي انا جايباه صغير. اه. ولا بقى تضربي البنجر في الخلاط عشان نعمل منه لون احمر في ميه والكلام ده كله، لا، هتحطيه زي ما هو كده. تقطعي الواحده 4 قطع وتحطيها على اللفت او اي مخلل موجوده عندك، عايزه تخلي لونه احمر وحلو كده تقطعيها وتحطيه. هنجيب بقى المحلول بتاع البنجر. هنعمل المحلول بتاع اللفت يا حبايبي. اهم حاجه المحلول بتاع اللفت. انا اسفه ان انا بفصل كل شويه عشان اللي بيبيع كرومب يعني جاي لي في الوقت اللي انا ما انتش فيه الفيديو، مش عارفه فلازم كل شويه افصل يلا ربنا يرزق الجميع. هنعمل محلول يا حبايبي مع بعض. زي ما انتم شايفين كده معايا لتر ميه، هنحط عليه كيس ملح. كيس ملح بقى اللي هو بجنيه مش عارفه او ب2 جنيه مش عارفه، بس انا بجيب الملح ده الشكارة على بعضها بتبقى اوفر، وكمان بيقعد فتره حلو يعني بتقعد عندي بقى. هنجيب لتر ميه عليه كيس ملح اللي هو بجنيه او ب2 جنيه مش عارفه هو بكام دلوقتي، وهنقلبه كويس جدا. اهم حاجه المحلول بتاع المخلل، اي مخللات تظبطي المحلول بتاعك. المحلول بتاع المخللات لو طلع
الملح زيادة هيهري المخلل بتاعك مش هيقعد فترة اطول عندك. تمام، دي اهم خطوة احنا بنعملها مع بعض. قلبنا الملح في المية كويس جدا لغاية ما داب معانا، وهننزل بقى. طبعا احتجت كمان لتر كمان محلول. عملت لتر مية على حبة من الملح كده. انا عشان متعودة اعمل مخللات على طول فعارفة معيار المخلل بتاعي. هقلبه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. انا بقلب ما شاء الله المية بدأت تحمر معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ولا محتاجة عصير احمر ولا الكلام ده كله. قطعت البنجر وحطيته على الليفت، وهيبقى احمر معايا وحلو زي الفل زي ما انتم شايفين كده حبايبي. خلاص يا عم الحاج، عايزه منتج الفيديو. هنا حبايبي حطيت محلول كمان. يعني انا عملت 3 رتل على الشويه اللي انا كنت عاملاها معاكم، اللي انا عملتهم معاكم 3 رتل محلول. طبعا كل لتر بحط عليه كيس ملح اللي هو الصغير خالص، عشان في كيس كبير وفي كيس صغير. بحط الكيس اللي هو الصغير خالص. خدي بالك من كلامي عشان المخلل ما يتهريش معاكي وتدعي عليه. هقلبه كويس جدا يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين. هجيب بقى من فوق لتحت، والمخلل طلع معايا يا حبايبي بالشكل ده. بسيط جدا طريقة تخليل الليفت، ده اسهل طريقة. المخلات كلها عامة بتبقى طريقتها سهلة جدا. وكمان الليفت اسرع حاجة، ويومين 3 وتكليف ما بيقعدش. شايفين بوريكم المية من تحت هي بدأت تحمر معايا. كل ما بقلب المية بتحمر معايا من الليفت اللي انا البنجر اللي انا قطعته وحطيته على الليفت اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. في اليوم ده انا كنت مخلله حاجات كتير. عملت الليفت، وكمان كان عندي بصل خليته لوحده وخيار. يعني عملت مخلات حلوه جدا. كل نوع مخلل هعمله لكم في فيديو لوحده اهو يا حبيبي. 3 كيلو ليفت عملوا معايا الشويه الحلوين دول، وما بياخدش وقت خالص يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. لو انت بقى موجوده معايا لغايه دلوقتي في الفيديو ومنوراني، ما تنسيش اللايك قبل ما تخرجي من الفيديو بعد ما شفت الوصفه والطريقه السهله في المخلل. حط لايك، وكمان شير الفيديو لو انت حابه تشير الفيديو. وكمان مستنيه الكومنتات الجميله بتاعتكم. ولو اول مره بتشوفي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك قصاد اسم القناه، وكمان تفعلي الجرس وتدوس على كلمه الكل عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار وتيجي تنوريني وتشرفيني في قناتي. اهم حاجه في اي مخلل تقفلي عليه كويس جدا. لو الغطا بتاع البرطمان بتاعك مهوي شويه وحاسه اللي هو هيدخل هوا، اقفليه بكيس او قطعه قماش نظيفه عشان عايزين نمنع اي دخول هوا. ده هيخلي المخلل بتاعك يطلع زي العسل كده. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم يا حبايب قلبي.